السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة اللي احنا فيه ده واللي احنا وصلنا له بقت حاجة مفزعة جدا جدا جدا. يعني لسه حالا من تلت ساعة طبيبة علاج طبيعي أنهت حياتها بالقفز من الطابق الثامن. فين الكلام ده؟ في شارع طه حسين في منطقة النزهة. ايه يا حبايب قلبي اللي احنا وصلنا له ده؟ أنا مش عارفة فيه ايه. سابت بنتها يا عيني هي بتقيم برفقة ابنتها، وبيقولوا كانت بتعاني من في الأيام الأخيرة من اكتئاب. ف... فإيه اللي احنا وصلنا له ده؟ إنها تسيب بنتها كده وحيدة وتنهي حياتها بالقفز كده من الدور الثامن. ده لسه بسنت، لسه احنا بنتكلم في موضوعها ولسه ما وصلناش للي خلاها عملت كده أو الحقيقة اللي ربنا وحده هو اللي يعلمها. وإن شاء الله القضاء العالي والعادل هيوصل إن شاء الله للي عمل كده. وبرضو في محافظة المنوفية في إوسنا برضو فاطمة جمال عندها 35 سنة رمت نفسها برضو من الدور السادس. فإيه يا حبايب قلبي اللي احنا وصلنا له ده؟ يعني أنا مش عارفة فيه إيه بالظبط والله. يعني أنا الواحد آه، أقفل التليفون خالص. أنا نفسيتي تعبانة من ساعة بسنت وجعت قلوبنا، وجت فاطمة كملت، وادي تاني الدكتورة اللي رمت نفسها برضو من الدور الثامن في النزهة في شارع طه حسين. فايه يا حبايب قلبي اللي احنا وصلنا له ده؟ ولسه في مين تاني؟ مين عليه الدور تاني؟ مين عليه الدور تاني وليه؟ فيا حبايب قلبي كلنا ندعي ونقول يا رب الطف بينا، يا رب الطف بينا. ومفيش حد يجوز بنته الا لما تكون مع راجل هيحميها ويصونها. ونفس الحكاية ما تتجوزي واحدة مش هتصونك ومش عارفين ظروف بعض، اتماشوا على ظروفكم. انما اللي احنا وصلنا له ده بصراحة يخوف. حاجة مرعبة جدا 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 فوق ما تتخيلوا ان احنا نوصل لدرجة بالبشاعة دي والرعب اللي احنا بقينا فيه ده. لا كده كده بصراحة يعني استغفر الله العظيم يا رب. مش عارفة بقى ده ضعف إيمان، قلة خير الناس لبعضهم، قلة تقرب الناس لربنا سبحانه وتعالى، ضعف إيمان، ظروف مش مستحبة. فأنا مش عارفة إيه اللي إحنا وصلنا له ده. يا حبايب قلبي كل واحدة متضايقة تلجأ لربنا. يا حبايب قلبي اللي بنتهم متضايقة وفي حالة اكتئاب ونفسيتها وحشة ما تسيبوهاش تقعد لوحدها. رضوها بكلمة، طبطبوا عليها، طبطبوا عليها قبل ما تندموا، قبل ما يجوا يوم تقولوا يا ريتنا كنا عملناها كويس، او ان احنا سمعنا ليها، او ان احنا فيه صوت صريخ جوه اي حد بيبقى بيحصل فيهم ده تراكمات. وغير التراكمات دي محتاجين حد يسمعهم، مش حد يقفل الباب في وشهم. فبصراحة يا رب ارحمنا، يا رب الطف بينا، يا رب الطف، اللطف من عندك انت يا رب. يا رب الطف بينا وارحمنا واحفظ شبابنا واحفظ بناتنا يا رب، واحفظ رجالنا ونسائنا يا رب. يا رب اهديهم واصلح حالهم يا رب. يا رب انت قادر على كل شيء. يا رب استرها بقى وعدها على خير. والله الواحد اعصابه تعبت ونفسيته بقت وحشة جدا.